أهل الموسيقى والثقافة والفن والإعلام، جمهور الموسيقى في لبنان، أصدقاء الأوركسترا والكونسرفاتوار، الحضور الكرام، نرحب بكم في هذه الأمسية من أمسيات المعهد الوطني العالي للموسيقى التي تقام هنا في هذا الصرح الروحي، الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت، التي تستضيف أمسياتنا ولها الشكر، والشكر أيضا لراعيها القسيس جيرار غزاليان. أهلا بكم جميعا باسمي وباسم رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس. نرحب بكم، وهي تتغيب الليلة بسبب وجودها خارج البلاد، وتنقل لكم أحر التحيات والتمنيات بقضاء أمسية ممتعة الليلة مع هذه الأمسية الاستثنائية بكل عناصرها وعديدها. هذه الأمسية المكتملة العناصر لأنها تحتضن الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية، تحية كبيرة لألون، وكورال القسم الشرقي في المعهد الوطني العالي للموسيقى، إشراف وتدريب الأستاذة كاترين غالي. سيزين هذه الأمسية صوت منفرد، صوت رهيف، الفنانة هدى جمال. نحن هنا الليلة في هذه الأمسية الاستثنائية كما قلت بكل عناصرها، وهناك عنصر نعتز بوجوده معنا الليلة تحت عنوان أصداء الذاكرة. هذه الأصداء لن تكون فقط للذاكرة البعيدة أو القريبة، وإنما ستكون أصداء ذاكرة المستقبل الآتي، لأن صاحب هذا النهج هو تجديدي رؤيوي ذو رؤية مستقبلية تحديثية تجديدية في الموسيقى، وهو صاحب نهج ومسار غني وثري في لبنان والعالم العربي والعالم. له العديد من الأعمال السيمفونية والعديد من الأعمال موسيقى الحجرة والقصيد السيمفوني. لحن أيضا العديد من الأغنيات بنفس وروح تجديدية مع الحفاظ على الأصل والأصالة. كرم واحتفي به في مسارح ومنابر في العالم العربي والعالم، ومنح العديد من الجوائز الكبرى لما له من باع طويل في الموسيقى، وله اسم رائد في هذا المجال، وهو قامة لبنانية إبداعية في العالم. وفي المناسبة سيكون ضيفنا في المرات المقبلة ستؤدى موسيقاه مع الأوركسترا الفيلهارمونية أيضا، وهذا ما أوصتني به الدكتورة القواس لكي أقوله لكم. ستكون موسيقاه مع الأوركسترا الفيلهارمونية تقدم، وسيكون ضيفنا أيضا في مرات لاحقة مع الأوركسترا الشرق عربية. أريد أن ترحبوا معي بأمسية أصداء الذاكرة بضيفنا الكبير، القامة الفنية الموسيقية اللبنانية العالمية، المؤلف الموسيقي الدكتور عبد الله المصري. مساء الخير، شكرا على التقديم. خجلتوني صراحة، ما بستاهل كل هالشي، بس انتو محبين وبتقدروا الفن. عم بشوف وجوه رائعة صراحة، بتفاجأ بالحلوين عندي هون من فنانين ومطربين
مثقفي البلد الكبار موجودين عنا هون، نفتخر فيكم. أول شيء بدي أقول أمسيتنا اليوم مع الأوركسترا الوطني اللبناني للموسيقى الشرق عربية مع كورال القسم الشرقي في الكونسرفاتوار جاء التتويج لأسبوعين من وجودي بوطني لبنان، وقدمنا خلالها ندوات أو ندوتين في بتخناي بملتقى ثقافي ببيت الدكتور جمال أبو الحسن، منوجه له التحية، وبالمكتبة الوطنية ببعقلين قدمنا ندوتين عن المسرح الغنائي للأخوين رحباني والسيدة العظيمة فيروز. كان عم بيحاورنا وعم بيقدم البرنامج الشاعر الكبير الأستاذ هنري زغيب، بنتمنى له الصحة، عنده وعكة صحية بسيطة، كان المفروض يكون اعتذر. وتتويجا لهذا الأسبوع أو لهذا العشرة أيام اللي مرقنا فيها رح نقدم من أمسيتنا اليوم الحلوة كتير. ليش؟ لأنه هي من القلب ومن الذاكرة، وحتشوفوا في عواطف كتير في بهالعمل، وبساطة أبسط من الموسيقى اللي أنا بكتبها بكتير، لأنه هي هيك تستاهل. مهم لخوين رحباني عمالقة الأغنية اللبنانية رح نسمع لزياد الرحباني وفليمان وهبي بأغاني من صدى الذاكرة. بالمناسبة بحب أشكر كل القائمين على هذه الأمسية، بمقدمتهم رئيسة الكونسرفاتوار الدكتورة هبة القواس على دعوتها الكريمة لتقديم هذه الأمسية. زقفة. بشكر قائد الأوركسترا الأستاذ أندري الحاج على التعاون والمساعدة الدائمة على طول. بشكر الأستاذة كاترين غالي على التدريب الرائع للكورال. بشكر الدكتور جمال أبو الحسن مرتين، والشاعرة الإعلامية ماجدة داغر على التقديم الرائع. الأساتذة ريتا عيد ورانيا أبو شبل، والفريق الإداري اللي دائما بتواصل معي وبنسق على كل كبيرة وصغيرة، صراحة شيء كتير مهم. بدي أشكر الأوركسترا والكورال فردا، أساتذة كبار محترفين نخبويين صراحة. يعني أنا كان لي الفخر إنه أشتغل مع هيك مجموعة من نخبة الموسيقيين بالبلد وحتى بالعالم، وعلى رأسهم الكونسرت ماستر الأستاذ ميشيل خير الله. وبشكر الحضور اللي جاي من بعيد لحتى يسمعنا، والصالة مليانة والإيدين مرفوعة شايفة. بتمنى تكونوا مبسوطين ونسمع بهدوء بصمت، لأنه القاعة والصوت عاملينه شوي هادي لحتى يكون مناسب للأجواء اللي فيها خشوع إذا بدنا نقول. بتمنى لكم أمسية سعيدة وشكرا.
السما شو بعيدي بعد السما كبر البحر وبعد السما حبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي نطرتك سنين ويا طول السنين وسأل شجر الجوز شوفك بالصحو جايب من الصحو وضايع بورق اللوز نطرتك سنين يا طول السنين وسأل شجر الجوز شوفك بالصحو جاي من الصحو ضايع بورق اللوز ما أصغر الدمعة أنا دمعة بدربك بدي انكر شمعة وتخليني حبك شايف البحر شو كبير كبر البحر بحر شايف السما شو بعيد بعد السما كبر البحر وبعد السما حبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحياتي
حبيبي مستحلي خصلي فكري سريله عنه بكرمل لولو في سلي مليان على ايده سوق حبيبي مستحلي خصلي فكري سريله عنه بكرمل لولو في سلي مليان على ايده سوق حبيبي مستحلي خصلي فكري سريله عنه بكرمل لولو في سلي مليان على ايده سوق حبيبي مستحلي خصلي وفكري سريله عنه قطف العنب حبي الناطور مقابلك بدي احكي لك عن حبي فزعاني احكي لك قطف العنب حبي الناطور مقابلك بدي احكي لك عن حبي فزعاني احكي لك ريشي فوق ريشي رح اكتب لك بالريشي ريشي فوق ريشي رح اكتب لك بالريشي عسطح العريشي قمرية وبروح بكرمل لولو في سلي مليان على ايده سوق حبيبي مستحلي خصلي وفكري سرقله عنه في حلوة خبت صيغتها والهوى ناطر بكرة بليلة خطبتها بتلبس أساورها في حلوة خبت صيغتها والهوى ناطر بكرة بليلة خطبتها بتلبس أساورها والزينة بتلالي عالشباك العالي والزينة بتلالي عالشباك العالي والقصب الغالي عجبينا معقول بكرمل لولو في سلي مليان على ايده سوق حبيبي مستحلي خصلي وفكري سرقله عنه بكرمل لولو في سلي مليان على ايده سوق حبيبي مستحلي خصلي وفكري سرقله عنه.
نفرق تنطر ناس وتشتت دني ويحلوا شمسي وأنا بأيام الصحو ما حدا نطرني. صار لي شي 100 سنة مشلوحة بهالدكان، ضجرت مني الحيطان ومن سطحي تقوم أنا عيني عالحلا والحلا الطرقان، غني له غنيات هو بحاله مشغول، نطرت مواعيد الأرض ما حدا نطرني. كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت دني ويحلوا شمسي وأنا بأيام الصحو ما حدا نطرني. صار لي شي 100 سنة عم ألف عناوين مش معروفة لمين وديلو الأخبار، بكرة لا بدي السما لتشتتلي عالباب، شمسيات وأحباب وياخدوني بشي نهار، واللي ذكر كل الناس بالآخر ذكرني. قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت دني يحلوا شمسي وأنا بأيام الصحو ما حدا نطرني ما حدا نطرني.
يا حبيبي
حبيبي حبيبي بتفكر بمين؟ لو بعرف حبيبي بتفكر بمين؟ بحري طلع بإيدي وتشرب من فنجانك واشرب من عيني بالقهوة البحري طلع بإيدي وتشرب من فنجانك واشرب من عيني وتهرب من الضيق وما ارجع لقيك وتهرب من الضيق ما ارجع لقيك وانت قاعد حدي وعم فتش علي خبي وجهي شوفك مدري معي لو بعرف حبيبي بتفكر بمين؟ طلعني المدينة منوهاني آخر مرة سوا وساكنين عيونك حنين صوتك حنين لو بعرف حبيبي حبيبي تفكر بمين؟ لو بعرف حبيبي بتفكر بمين؟ لو بقدر لفتش عليك ولا لاقيك الكذب الخيم المارق والمنفى سميك لو بقدر لفتش عليك ولا لاقيك الكذب الخيم المارق والمنفى سميه أعطيني اهرب منك ساعدني انساك أعطيني اهرب منك
وسكوتك حنين. لو بعرف حبيبي حبيبي بتفكر بمين. لو بعرف حبيبي بتفكر بمين.
نبقى سوا راجع من الأمن مملكتك السلام شعبك بيحبك لا تبرد الشمس توقف الأيام توقف الأيام شغله انه هل سمعتوه اليوم تمرين 4 بروفات فقط. استاذ اندري بياكد لنا هالشيء، وصراحه الشباب كانوا بتفاين عم بيشتغلوا قلبنا على ايدنا، توزيع مش بسيط وبنفس الوقت منه صعب، بس الاندفاع اللي صار حبهم للي عم بيصير خلينا نقدم هالشيء.
الغيب الشتاء جاي